جوتيوب. لإعلاناتكم يرجى التواصل مع الفان جروب. لا والله ما حكم عسكري. الرأي العام في مصر بيتشكل بالآلاف. وايام مرسي كانوا بيتكلموا، لكن ايام السيسي بيتكلموا. بقول لك ايه؟ انا هسجل. يلا يا عم يلا. طب ما فيش جديد، هنتكلم نقول ايه؟ جايبين ده كله هنقول لناس تاني انقلاب خلاص زهقنا، مفيش اي جديد. ما هو ده اللي بيحصل، وبعدين مش احنا المطلوبين ان احنا نجدد، الناس دي هي اللي تجدد. ايوه بس كل حلقه بنتكلم انقلاب، السيسي واختباطه، الاقتصاد اللي واقع، القمع اللي بيحصل. ماشي هو ده حكم العسكر، هو نفس الروتين بيكرروه بقالهم 60 سنه. ايوه احنا ذنبنا ايه؟ عايزين نتكلم بقى، نجيب حاجه جديده في البرنامج. ماشي اقول لك حاجه، احنا نجيب من هم جابوا من الاول بعد التفويض، مجزره، الاقتصاد بيقع، مظاهرات، مفيش تفويض. رجعوا ما عملوا تفويض جديد دلوقتي، بيقول لك انزل جدد تفويضك. طب تعال نتكلم على التفويض الجديد اللي حصل. بس المفاجاه بقى نزل نوعيات تانية خالص من الناس. طب تيجي تعال نشوف الناس اللي نزلت. ده كائنات فضائيه. يلا نشجع الجيش وندي تفويض للجيش المصري لمحاربة الإرهاب. أنا اسمي عماد عبد النبي أيوب، كبير مدرس مواد تجارية بدرجة المدير العام إدارة السيدة زينب التعليمية، معاشي السنة الجاية. مش عايز أبيض. ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل شهداء عند ربهم يرزقون. هذه خطة ممنهجة، خطة عالمية لإيقاع الشعب المصري في براثن الكراهية. نحن نكره العدوان، نحن نكره العدوان. عدوان ايه بس يا حاج؟ رجع يا عم للكوكب اللي انت جاي منه، وصله يا احمد الله يخليك للكوكب بتاعه. هات لنا مصريين بجد جايين من قلب مصر بيأيدوا السيسي. السعودية من مدينة تبوك وجاي مصر، وانا مبسوط هنا كتير والله. ان شاء الله ان الجيش المصري الدرع بتاعنا كلنا والله. ماشي، هو الراجل اي نعم مش مصري، جاي من السعود الجواني، بس من حقه ينزل يفوض السيسي. الراجل دافع ملايين في تمويل انقلابات، يعني بيزنس زيه زي اي بيزنس، لكن مش معنى ان هو معاه فلوس زي الرز ان احنا بقى ايه يبقى مش من حقه. لا، من حقه ينزل يفوض السيسي يطمن على فلوسه. لكن احنا بنتكلم على المصريين الملايين اللي بينزلوا تفويض للسيسي. الناس دي فين؟ والله انا نازل صعبان عليا يا مصر اللي بيحصل كده فيكي، من ظلم الاخوان ومن كيد اعاديكي. يلا يا جماعه، وهجيبك عشان اقتلك. متي انا اسف. دي عاطفيه دي يا جابر. جرس الكنيسة ضرب، اصحوا يا مسيحيين. الأذان ندن، اصحوا يا مسلمين. نقول تاني. جرس الكنيسة ضرب، اصحوا يا مسلمين. الأذان ندن، اصحوا يا مسيحيين. يا اخي ابوك على ابو السيسي، على ابوك انتوا الاتنين. طلب تفويض اولاني ما تعرفش حطه فين، يعني التفويض قالك يعني حزقت ابداع دلوقتي. مال الشعر ومال التفويض؟ انت في جمعه تفويض تكلمني سياسه، لو سمحت تكلمني سياسه. احنا الاسلام دلوقتي بقى منشق عندنا ل3 اجزاء. اسلام عادي اللي احنا اتربينا عليه، وفي اسلام سياسي وده منقسم نصين، وفي اسلام ارزاقي. الاسلام السياسي اللي هو منقسم نصين اللي هو الاخوان المسلمين والاخوان المتأسلمين، والاسلام الارزاقي اللي هي السلفية الجهادية اللي هم قال الله وقال الرسول، هي دي عشته. طب يا جماعه سيبنا من الراجل ده خالص، تعالوا نسال ال7 8 اللي نزلوا مليونية تفويض السيسي. انت نازل تفوض السيسي تاني ليه؟ احنا جايين ندعم الشرعية ونقف ضد الارهاب. يا ريس انجز يا ريس، ما ينفعش يبقى في ناس قاعدة بتاكل بط ووز وفطير
في السجن هناك، وولادنا بيتدبحوا زي الاغنام يا ريس. مواطنين مسلمين بيحرقون. ماذا ننتظر بعد هذا؟ لماذا كل هذا الصمت يا ريس؟ بس ايوه، احنا لماذا كل هذا الصمت يا ريس؟ لماذا تنتظر كل هذا على الارهابيين القتله المجرمين الذين بس. بصوا يا جماعه، احنا في حكم عسكر، يعني مفيش اي ابداع، هي دايره وبتلف تاني. طلبنا تفويض لازم يحصل مجزره، بس ما عادش في معارضه نقتل فيه، عادي نجيب ناس جديده، نشوف الناس بتاعت الكوره، الناس دي ياما شتمت في الداخليه، يموتوا. يموت ويموت ويموت، وشفنا واحسن منهم وزيهم وقدهم واكتر منهم في العدد ماتوا، وتشتغل تاني يوم. مش عايزين نكبر بقى الامور ونقول شهداء وخلافه. لا عايزين بعد شويه تبقى البانه في بقكم تقول لي اصلهم الشهداء كانوا. هل دول حازمون يا سياده المستشار اللي عملوا؟ حازمون على حازقون، على اشتراكين ثوريين. الالتراس اذرع تخريبيه لخيرة الشاطر. الوايت نايتس بيدفعهم بعض الشخصيات زي حازم صلاح ابو اسماعيل 200-300 ولد بلطجي مالهمش علاقه بالجماهير. اساس المشكله دول فرع من فروع 6 ابريل والاخوان، على عيال صايعه، على ترامادول. زي ما انت ترامادول. لا، ما هو انت طالما بتعارض العسكر يبقى اكيد عبيط، عقلك مش في دماغك، مبلبع ترامادول. بس حتى لو مبلبع ترامادول، يعني من حقنا نعرف مين اللي قتل الترا الزمالك. مش جايز احنا بنوجه السؤال ده للشخص الغلط؟ مش جايز لو سالنا خبير في الترامادول هيوجهنا صح؟ دكتور زكريا سالم خبير في الارهاب الدولي، تحيات الحركه يا دكتور. في حاجه في الصوره من ورا قادمون. صح. بص حضرتك على الاسوار، شوف بقى الجرافيك اللي معمول فيه. الاسوار قدامك متشكله اهي. 1 2 3 4 5 6 7 اهم. يعني الهجوم هيبقى من هنا اهو. للي بيفهم صفرة. ايوه والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الرسالة واضحة مصفاة وواضحة، ما فيهاش هزار. قادمون واهو. ايوه قادمون. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. اصلا قادمون دي مين اللي طلعها الالتراس بتاع الزمالك، اللي قال لك قادمون من غير تذاكر. معناها ايه دي؟ معناها ايه يا بتوع الشفرات؟ ومع ذلك الداخليه اتعاملت معاكم بمنتهى الرحمه. اتمنى ان يعني يتم التعامل مع دول بصوره برضو اقوى من كده، يعني اقوى من كده. يتم التصدي لفض مثل هذه المظاهرات بصوره اقوى من كده. في 1000 آلية موجوده قبل استخدام ضرب النار، وما اقولش في ضرب نار طبعا، مفيش حد يستخدم الاسلحه الناريه، لكن انا بتكلم في اليات كتيره جدا. يعني في اليات تانية اهو للقتل. يعني انت مثلا هات الشباب وحطهم في قفص حديد، اخنقهم جامد واضرب عليهم غاز مسيل للدموع، ايه اللي هيحصل؟ الشباب كله هيجري، ففي ناس هتندس تحت واللي فوق هيتخنق. بس ما نضربش بالرصاص، احنا بص في اليات تانية. وبعدين يا جماعه، ناس ماتت ايه وبتاع ايه؟ خلينا في السؤال المهم اللي شاغل الاعلام، الدوري هيتلعب ولا لا؟ لابد من استئناف الدوري كاملا. يتحرق الدوري. وقعوا ببعض. اي حد بيحاول ان هو يتكلم كوره وبلاها كوره والكلام الفارغ ده هو مش فاهم. الغوا الكوره، اخرج وخد قرار يا رئيس الوزراء والغي كل مباريات كرة القدم. كلمتين، الغوا الكوره. بقول لك قرار اتحاد الكرة قرر استكمال الدوري بدون جمهور. استاذ وائل، انا عايز بس ارد على الاستاذ جلاد. وقعوا ببعض. وانا بقولها على الملأ، الدوري لازم يكمل. لو مفيش دولة يبقى مفيش دوري. الدولة تأجل الدوري علشان اللي حصل، دي مش دولة. الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة،
على اللي بيشتغل في الكورة، ده يتلعنهم كلهم. يا جدعان استهدوا بالله يا جدعان، ده انتوا اذرع اعلاميه في بعض، ده انتوا واكلين شاربين قاتلين واخدين سكريبتاتكم من نفس ضابط المخابرات كل يوم. في ايه؟ شويه العيال زي دي اللي تخسركم بعض. وبعدين يعني انت عامل الليله دي كلها، قول لي بقى الليله دي كلها اصلا معموله عشان تطرمخ على فضيحه الخليج بتاعت الاسبوع اللي فات يا بتاع الرز. بصوا يا جماعه، يعني احقاقا للحق، على قد يعني ما الشرطه بتضرب هنا والجيش بيعمل لكن احنا ماشيين كويس قوي. في مشاريع بتتعمل في البلد بمليارات، يعني في فلوس. مش تسألوا الفلوس دي بنجيبها منين؟ انا فعلا عايز اعرف الفلوس دي احنا بنجيبها منين. اسكت يا سافل يا منحط بقى، انا اسال الجيش جاب فلوسه منين؟ ليه؟ يعني احنا بنسمع مثلا عن مشاريع مثلا طرق 40 مليار، مثلا فدادين 60 مليار، تعليم 50 مليار. فلوس دي منين؟ او فين؟ قول انت بقى. عشان تعرف حاجه زي دي لازم تكون موجود جوه، وعشان تكون موجود جوه محتاج تسريبات، واحنا برنامج محترم ملناش في التسريبات الحمد لله. فقول انت بقى. الاخطر من كده ان السيسي قال ان احنا من اول 30 يونيو لغايه دلوقتي جالنا 20 مليار دولار. يا دي المصيبه، راحوا فين؟ يا فجرك يا عمرو، يعني مش كفايه عايز تعرف الفلوس جت منين، لا كمان عايز تعرف اتصرفت في ايه. ما هو قال لك 10 مليار راحوا للجيش واترمى قرشين للبنك المركزي. بصوا لهم بقى في القرشين بتوع البنك المركزي. وبعدين يا عمرو ما الفلوس ما تخلص عادي، الحمد لله معانا ناس بتساعدنا معاها فلوس زي الرز. والله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منمله؟ لا اخويا مسلول وانت واقف على رجليك. 5 معاك فلوس 5؟ حرام عليك، اعطيله 5. حرام عليك يا عيب والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته، انت ما ربيته. في وسط التطبيل الاعلامي ده كله الحمد لله لقينا صوت واحد حر بيعبر عننا، بينتقد السيسي بكل جرأة وشجاعة لا بجد مرعب، لا مرعب يا جماعة، مرعب بجد بجد. حد دسلك على طرف؟ انا شخصيا شوف انا انا قاعد قدامك دلوقتي، انا كان المفروض اكون في الاستوديو بتاعي. يبقى حد دسلك على طرف. الوضع كله مش يعني ما اقدرش اقول لك في حادثه معينه بعينها او مثلا تليفون معين ولا قرار معين. ما تخافش يا يسري، مش هيسألك مين، محدش يقدر يجيب سيرة جلالته. شوف اصل انت ممكن في انواع مختلفه جدا من يعني انا جاي في العربيه عمال اسمع اغاني عبد الحليم حافظ اللي كان بيغنيها جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان زعيم فذ، كاريزما لا تضاهى، وله انجازات كتيره جدا جدا، ليس منها الحريه وليس منها مجتمع سياسي حقيقي. وعلشان كده انا مش في الاستوديو بتاعي، انا معاك كضيف. هو الليبرالي كائن هفا، يعني ده مبدئيا. كلهم الناس دي لما يجي لها رئيس غلبان يطلع يقول لك الرئيس الفاشي، وطول ما الدم المصري يسقط كل رئيس، واول ما يجي له الفاشي اللي بجد فالناس تقول له الحق يا عم في رئيس فاشي اهو، يلا انزل بقى ويسقط كل رئيس يقول لك بص انا كراجل ليبرالي علماني مثقف وثوري طبعا
حط ايدي في ايد الفلول، الشرطة، العسكر، عشان اسقط الرئيس الغلبان. لكن الرئيس الفاشي ده بيوجع، وانا راجل صحيت على قدي، بيوجع. وندي تفويض للجيش المصري لمحاربة الإرهاب. إسلام عادي وفي إسلام سياسي وفي إسلام أرزاقي. رسالة واضحة مشفرة وواضحة. لابد من استئناف الدوري كاملا، يتحرق الدوري. جالنا 20 مليار دولار، يا دي المصيبة، راحوا فين؟ انا كواحد بعمل فيديوهات على اليوتيوب بطلب منكم تشتركوا في القناة من هنا، تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي موجود كلها روابطها تحت الفيديو، وتعملوا شير للحلقة عشان توصل للناس كلها. سلام. خدت بالكم قال ولا ايه ولا ايه؟ انت جاي تحلل يا رموت؟ انت جاي تحلل ولا جاي تهرج؟ بس بقى كفايه، في ايه؟